أول من فسر القرآن جزائري، أول من شرح صحيح البخاري يا الجاهل جزائري، أول من كتب في علم القراءات الهذلي البسكري جزائري. سيادكم علماءكم اللي ما يقروهمش لولادكم، اللي ما يعلموهمش باللي اللي شرح صحيح البخاري، أنا ما قريت فيه حتى كتاب، أنا عبر السبعينات إلى اليوم ما قريت باللي علماء الجزائر داروا كذا وكذا وكذا. نعرفوا نعم جمعية العلماء شبعونا بها والحمد لله، لكن ما نعرفوش تاريخنا، ما نعرفوش حتى باب حسن. هذه على سموها باب حسن، على من سموها؟ شكون هذا باب حسن؟ نعم داي من دايات الجزائر، لقنا بريطانيا درسا لن تنساه في تاريخها، ولقنا فرنسا البغيضة درسا في الحروب البحرية لن تنساه أبدا. قروها لأولادنا؟ ما نقراوش. قروا لأولادنا باللي الصحابة مدفونين في هذا البلاد؟ ما نقراوش. عمرنا ما عرفنا، ما قريناش كتب التاريخ كامل، ماشي ذاكرين باللي الصحابة مدفونين في البلاد هذه. شكون كتبهم؟ شكون ألفهم؟ من الذي يعلمنا ويقول لنا بأنه في البلاد هذه كاين نبي مدفون؟ سيدي يوشع بن نون في الغزوات والقبر تاعو مازال موجود. قلبوا كتاب في تاريخنا إذا ذكروا هذا الموضوع. هذا الغلام اللي كان مع سيدنا موسى عليه السلام أصبح نبيا مدفون عندكم يا جزائريين. على الآخرين يعطوا قيمة كبيرة لتاريخهم. تاريخهم عنده 5 قرون. تاريخ أمريكا 5 قرون ولا 6 قرون، دايرين حاجة عظيمة. وانتم تاريخكم يرجع إلى سنة 96 هجرية. في الإسلام أول مسجد بني في الجزائر مسجد المهاجر أبي دينار في ميلا 96 هجرية، يعني 96 سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي من وفاة رسول الله، من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكون يقول لأولادنا ويعلمهم ويقريهم إذا ماشي كتب التاريخ التي ندرسها أبناءنا؟ لازم يقرأوا تاريخ الجزائر قبل دخول العثمانيين. ماشي العثمانيون هم الذين علمونا الإسلام، لا ماشي الأتراك علمونا الإسلام. الإسلام دخل إلى هذا البلد قبل ذلك بقرون. إذن أصدقائي الكرام، كيف ما سمعتوا هذا أحد المقاطع الكارثية والمصيبة الكحلة اللي بغيت نشاركها معكم من حاضرة الجزائر. هذا إمام في مسجد يخطب على الناس، ماشي في كتب الدين، في الإسلام، في الأحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، في القرآن، لا، يخطب عليهم بالبروباغندا ديال النظام الجزائري. قال لك أول من فسر القرآن جزائري، وقال لك باللي النبي اللي كان مع موسى عليه السلام جزائري، وقال لك باللي الصحابة مدفونين في الجزائر. وبطبيعة الحال هاد البروباغندا ديال النظام حاضر الجزائر ما خلات حتى شي مجال، حتى الدين، حتى الإسلام تطاولوا عليه، حتى الله سبحانه وتعالى تطاولوا عليه. بحال كيخرج تبون وكيقول الجزائر الشعب حررها وربك وقعها. استغفر الله العظيم. فاش كيخرج شي مسؤول من حضيرة ديال الجزائر وكيقول يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت ليك، فاش كيخرج وزير جزائري وكيقول لك القرآن تراث جزائري، شنو بقى؟ ما خلاوش حتى ما خلاوش شي حاجه ما نسبوهاش ليهم، حتى من الكعبه يا الحضيره. قلتوا باللي الكعبه الحقيقيه ما كايناش في مكه، كاينه في الجزائر، والقرآن باللي ما نزلش في مكه نزل في الجزائر. انا بغيت غير نفهم مالكم مكلخين، لا من ناحيه السياسه، لا من ناحيه الثقافه، لا دبلوماسيه، لا دين، لا والو. ما كتفهموا في حتى شي حاجه، وما كتعرفوا حتى شي حاجه، غير كتخربقوا. هذا الشيء علاش ربي مسلط عليكم الاوبئه والامراض يا مسخط الوالدين.
وهذا الشيء علاش ما عمركم ما غادي نطفروه. حتى الدين كطولوا عليها عباد الله. شنو هذا الشيء هذا؟ ما فهمتش انايا. كتقولوا شي حوايج ما كتدخلش للعقل، ما كتدخلش للعقل. بعد هاد الحوايج هادو ما كيدخلوش للعقل، ما كيدخلوش للعقل. هذا امام في مسجد كيخطب على الناس بهذه الطريقه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نقول صحراء مغربيه وانا نقول صحراء غربيه، تما كل واحد كيفاه. انت تبع نظام بلادك وانا نتبع نظام بلادي. شوفوا. هاي. Hi, how are you? I'm great. How are you? I'm good. I'm good. Where are you from? Algeria. And you? Are you from Algeria? Yes. And you? I'm from Sidixkas. Nice to meet you. Nice to meet you. What you do in Algeria? I am not in Algeria. I'm in Dubai now. Oh, nice, nice, nice. I have been to Morocco, but not Algeria. Okay. What do you have been? You have been to Morocco before? No, never. Never. Why? Because You don't like Morocco? no, I never been in Morocco. But do you like Moroccan people or not? Yeah, they are nice people. Oh, very nice, very nice. أنا غير مغربي، أنا مغربي أختي. مرحبا بك بناس المغرب. وين عايش؟ كاينين بزاف الجزائريين ما يحبوناش حنايا مغاربه، ما عرفتش علاش. علاش؟ لا ما كانش نحبوكم. نورمال، ما كانش مشكل. والله الا عندنا مشكل كبير، وانا ما عنديش حتى مشكل مع الجزائريين، ولكن ما يحبوناش المغاربه، ما عرفتش علاش. لا ما عندناش مشاكل. وعندي بزاف اصدقاء ديالي كلهم جزائريين، العمر هضر المشكل ديالهم هو تقول لهم واش الصحراء مغربيه، يقول لك لا حنا ما دخلناش في السياسه، حنا ما نحبوش السياسه. تقول له ودي راه واش الصحراء مغربيه، يقول لك اخويا انا ما عارفش. والدوله تاع الجزائر عندكم اكبر دوله من حيث المساحه، وعندكم اكبر دوله عندها 80% المساحه نتاعها الرمله. انت تقول صحراء مغربيه وانا نقول صحراء غربيه، تما كل واحد كيفاه. انت تبع نظام بلادك وانا نتبع نظام بلادي. شوف، انا نمشي بقوانين بلادي وانت تمشي بقوانين. اوكي ما عنديش مشكل، ما عنديش مشكل. واخا اسمعيني نناقش معاك. كون كان دابا نتوما جزائريين عندكم البترول، عندكم الغاز، واش زعما انت يسمح فيك الجزائر مشيتي الامارات ولا فين عايشه دابا، يمكن انت دابا كتفتخري بهذه الثروات ديال البلاد ديالك؟ نقول لك حاجه، الامارات ماشي تحلبنا لها كيما نتوما، داكور؟ لا 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 ما كديري والو، خاصك كتسمعي. مالك بعد كي نروحو فواياجو نقلبو رواحنا ونعاودو نولو. لا بلاتي انت ما تسمعيش. والله جو بونس تا سور اي تا مير تبعتهم من تماك. جو بونس ولا جو سوي سيغ. دابا غير اسمعي. لا تحب باسكو ديستك. انت ما كتسمعيش. انا تسامي ما نقعد معاك وما نهبطش عادي. انت ما تسمعيش انت، والله ما تسمعي، اقسم بالله ما تسمعي. شوف سي تا مير ما تسمعيش باسكو ما عرفتش يجيبوا الدراهم، ما همش يخلصوهم بيا. ودابا انت كون كانت الدوله ديالك كتعطيك شي حاجه ولا وصلت انت عندكم شوف عندكم الثروات، اسمعي، عندكم الثروات في الجزائر اللي ما عندهمش الامارات ولا هاد الدول هادو. ولكن انت مشيتي الامارات، اشنو كديري في الامارات؟ كتزرعي لنا الدايموندز ولا البطاطس الحلو؟ شنو كديري في الامارات؟ يلا قولي لي. كل واحد بيحكي بشرف البنات. علاش انت ما كتكلميش بالجزائريه؟ يحكي من علاش ما كتكلميش بالجزائريه؟ على فكره مش كل البنات زي امك واختك، اوكي؟ علاش كتكلمي بهادشي؟ علاش كتكلمي؟ قال لك اللي صرات في المغرب، اللي صرات في ملعب الدويره، المتسببين فيها 1% من الانصار اللي هما ضمن واحد المخطط داخله فيه المغرب وداخلين فيه عناصر من الخارج. يعني تصدق او لا تصدق، نقدروا نصدقوا باللي كاين دوله جاره المغرب، يعني جاو من وجده ودخلوا وهران وجات لحقوا للدويره، خلطوا لك في مقابله تاع المولوديه. هل هذا يعني شتيمه للنظام السياسي ولا مدح؟
يعني هذا هو السياسي في الجزائر. قالوا واش صرا مشكل في ملعب، لا نبحث عن التفاصيل وعما حدث، واش كاين يعني الدرك او الامن صرا احتكاك مع الجمهور، المباراة القادمة بدون جمهور، هل هذا هو منطق؟ لازم نروحوا نعرفوا الاسباب. المشكل وين؟ كي نروحوا نعرفوا الاسباب بناء على منطق انه الجماعة عندهم الخط الهاتفي مش الخط التحريري. خلي لي فقط صورة المقال من فضلك. أن هذا الصحفي سفيان عين اللي يكتب في الجريدة بناء على طبعا التوجيهات، أولا ملاحظة بين قوسين، يعني الكتابة بالأسماء المستعارة هذه يا ناس هذه كانت بكري في وقت الأزمة، كانت في بعض الدول العربية لما كان فيه قمع كبير، لما كان الصحفي خاف كي يكتب حاجة ضد النظام السياسي الذي يسير البلد فيكتب باسم مستعار. أما أنكم في الجزائر الجديدة والجزائر المنتصرة وتكتبوا مقالات يعني يقولها لكم النظام السياسي أو السلطة السياسية وتكتبوا باسم مستعار فيعني ما تصلحش الأمور. لكن الكارثة وين؟ أن الذي كتب المقال شرح لنا الأسباب، قال الأسباب اللي نشرها المقال هذا سي سفيان في الشروق، قال لنا باللي الأسباب ما هي خمم توشي الأسباب. قال لك اللي صرات في المغرب، عفوا المغرب، اللي صرات في ملعب الدويرة المتسببين فيها 1% من الأنصار اللي هما ضمن واحد المخطط داخله فيه المغرب وداخلين فيه عناصر من الخارج. يعني تصدق أو لا تصدق؟ احنا قبل ما نجيو للعنوان أو المقال هذا كنا شفنا لما شفنا سلوك إيجابي مع المملكة العربية السعودية ثمناه. لما شفنا باللي أنه ممكن أنه يكون فيه ضغط من وزارة الخارجية أو سلوك من وزارة الخارجية جديد في الجزائر المنتصرة، قلنا ماذا بينا مشاكلنا الداخلية نحلوها بيناتنا، لكن مع الدول يعني نحاولوا نبقاو مع خوتنا العرب بشكل دايما ودي. لكن أنك تجي انت في مقال في جريدة كما الشروق اللي أصبحت واحدة من الجرائد اللي عندها خط هاتفي مش خط تحريري تروح تقول باللي الذي حدث في ملعب الدويرة هو مؤامرة دخل فيها المغرب وأطراف خارجية. يعني يا ناس كونوا عقال. يعني أولا نفرضوا سيدي أنت عندك معلومة صحيحة، يعني تتخيل أنت باللي الجزائر الجديدة اللي قال تبون في نسخته الأولى أنه حارب العصابة والفساد ورجعها منتصرا بعد ورجع العالم الكل يسمع به ورجعنا حتى قادرين نأثروا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. شفتوا معايا الخبر الأول يا سيدي. كي نصدقوا هذه نقدروا نصدقوا باللي كاين دولة جارة المغرب يعني جاو من وجدة ودخلوا وهران وجات لحقوا للدويرة خلطوا لك في مقابلة تاع المولودية. هل هذا يعني شتيمة للنظام السياسي ولا مدح؟ غريبة. هذا إذا قلنا المعلومة صحيحة، إذا فرضنا الافتراض له المعلومة صحيحة. يعني لكن هذه الجزائر اللي داير عليها هيلمان الكل، النظام السياسي اللي راك تقول بنيته والقوة اللي عندك، قادرين الناس يخلطوا لك في مباراة كرة القدم في ملعب جديد. درك لو كان جا الملعب هذا قديم، لو كان جا الملعب هذا نقولوا قريب من الحدود المغربية سيدي، لو كان هذا الملعب عنده أحداث سابقة قال ربما ملعب جديد فيه مباراة افتتاحية، أحداث شغب، أحداث أكثر منها في وقت العصابة بعشرات المرات. لكن ولا واحد قالنا بلي كاينه قوة خارجية خلطت في هذوك المساغر اللي كانوا في المدرجات. فيا ناس عيب أنك أنت يعني تتكلم بهذا الشكل على أنه حدث تدخل أجنبي وقدر يخترقك ويوصل للمدرجات. والله ما يعني يغيب لك التحليل. اش قلت لكم القرداش وما يفريهاش. اولا هذا التحليل يطعن او المعلومات تطعن في الكلام اللي قالته السلطه بانه شيء انها اصبحت قويه وكلامها مسموع. اثنين يعني مش صحيح وماهوش يعني لا يصلح في اتجاه جيراننا. عندنا مشاكل معاهم نعم، نقدروا نتكلموا على مشاكل حقيقيه واحداث وقعت، لكن باش يعني تحرك قضيه كما هذه في ملعب تنسبها الى دوله خارجيه
والله العظيم غير ماناش عارفين اللي حاكمين الخط الهاتفي اللي يتحكم في الخط التحريري تاع الجرايد، هل راهم فاهمين باللي كي يكتبوا هذا الشيء كما قال عثمان عريوات يضحكوا علينا الجناس؟ للأسف هذا هو الذي يروج. على كل ما فيش تحقيقات، ما فيش نتائج تحقيقات حول الحادثة، ما فيش مسؤولية تحمل لطرف وطرف، لكن تنسب إلى أطراف خارجية. والمقال قال لك 1% من أنصار المولودية هما اللي سوسة مدسوسة. مش عارف شحال هما عدد أنصار المولودية، نعرف يسموهم الشناوة يعني عددهم كبير، فإذا كان 1% راهم تقريبا يطيحوا في عدد الكتلة الناخبة التي أعلن عنها رئيس المحكمة الدستورية. فيا ناس كونوا عقال، هذا إعلام. لا يصلح أنك أنت تشوف مشاهد مع وزير الخارجية وتشوف مقالات في جهة أخرى. فالعرب يضحكوا علينا ويضحكوا على خياراتنا الدبلوماسية التي كان الجميع قبلها يحترمنا. حتى أخي تبوني حب نقارنوه ببومدين، حتى في وقت بومدين وبعد حرب الرمال والمشاكل اللي مع المغرب ما كناش نقولوا هذا الكلام يا ناس. فعلى الأقل حاولوا جماعة الخط الهاتفي أن تكون أموركم منطقية، ولكن للأسف هذا هو حال الإعلام.